البارح خديجة المؤثرة المغربية اللي كيعرفوها بزاف ديال الناس خرجت بتدوينة حزينة ومؤثرة على حسابها في الانستغرام. نشرت صورة لراجلها هشام هو في حالة صحية جد حرجة، ورافقتها بكلمات عامرة بالمشاعر ديال الألم والحسرة. كتبات: سمحوا لي بزاف حيت غبت عليكم هاد المدة، ولكن الظروف اللي كنت فيها كانت أقوى مني. بغيت نشكركم من قلبي على كل الرسائل ديال الدعم اللي كتوصلني كل دقيقة. كلكم في قلبي وما عمري نسيتكم. بزاف من الناس كيسولوني علاش ملي كنت في المغرب كنت كنشارككم كل حاجه، ودابا بغيت نقول لكم اني كنت محتاجه شويه ديال الراحه، ولكن غادي نكون معكم ونشارككم كل جديد. خديجه قررت تاخذ مسافه من السوشيال ميديا في هذه الفتره باش تركز على راجلها هشام اللي كيعيش واحد من اصعب اللحظات في حياته. التحاليل الطبيه والنتائج اللي وصلتها ما كانش مطمئنه نهائيا، وهذا الشيء زاد من القلق والتوتر عندها. ولكن رغم هذه الظروف الصعيبة خديجة باقا متشبتة بالأمل والإيمان ديالها بالله، وكتطلب منه يحقق لها معجزة ديال الشفاء وترجع للزوج ديالها الصحة والعافية اللي كانوا عندهم قبل. وحده من الامور اللي زادت الطين بله هو الشائعات الكاذبه اللي كيدوروها بعض الناس على الانترنت، اللي كيتكلموا على وفاه هشام بلا ما يتحققوا من الحقيقه. هاد الاخبار الكاذبه ضربت خديجه والعائله ديالها في العمق وخلاتهم يعيشوا لحظات صعيبه بزاف. خديجه خرجت بالصريح قوي كتطالب في هاد الناس اللي كينشروا الاكاذيب يتقوا الله ويوقفوا هاد الشائعات اللي كتزيد من المعاناه ديالهم. وفي الختام خديجة وجهت نداء مؤثر للجمهور ديالها وطلبتهم بيكملوا يدعيوا لهشام بالشفاء العاجل. قالت لهم أن الأمل مازال كاين، وكتمنى من الله يفرجها عليهم ويرجع هشام لحياته الطبيعية ويعافيهم كاملين من هذه المحنة اللي كيعيشوها. خديجة ختمت رسالة ديالها بعبارة مؤثرة كتقول فيها: راه الدعاء ديالكم هو اللي كيصبرنا وكيخلينا نواجهوا هذا الصعاب. الله يجازيكم بالخير، ما تنساوش هشام من الدعوات ديالكم.